يا نجم، وحد الله وصلى على النبي. النهارده اديك خطوتين لما تحب تاكل لحمه ضاني مشويه تعملهم، تاكل احلى لحمه تستوي معاك على طول، تاكل ما تشدش معاك ولا تحس ان هي ايه ناشفه. تعالى بص يا برنس، اللحمه الضاني دي سمانه ضاني بيبقى فيها حاجات ناشفه واعصاب. الاعصاب ديت لازم تتعلم ازاي تشيلها وتخش لها في قلب اللحم وتشيلها. منهم حته مثلا زي ديت لازم تتشال. العصب ده يا باشا بيبقى عامل زي القماش الحرير كده، تاكلها بتبقى قويه على المعده، مهما تتاكل وتنزل زي ما هي ما بتتهضمش، فلازم تشيل العصب ده. العصب ده يتشال تاكل حته لحمه مشويه على الفحم تبقى 10 على 10. وديت نفس الكلام. تعالى يا نجم، دي حصه الجراحه العامه، لازم تتعلم ازاي ان انت تشيل الاعصاب دي. شيل الحته ديت. تعالى بقى بص على صباع السمانه. صباع السمانه دوت لازم تشيل الاعصاب اللي فيه اهي. دي مثلا قطع الكباب اهي، شيل بقى اللي تحتها البلاستيك ده. القطعه ديت بتبقى عامله زي الحرير بالظبط، تبقى ناشفه ما بتستويش، مهما تاكل تحس اللحمه بتشد، ومهما تتبلها ومهما تسيبها في التتبيله. تعالى بص بقى كده، لازم تخش في تفاصيل اللحم من جوه. بص شايف دي، شايف القطعه دي؟ تعالى بص هنا الحته ديت، مهما توضب اللحم وتشويها بيها لازم هتشد مهما عملت. تعالى بص اهي نجم، لازم تخش في تفاصيل اللحم تشيل ده بلاستيك، مهما تاكله مهما تشوي مهما تسويه، حتى لو اتسلقت اللحمه وقعدت ساعتين مش هتستوي برضه. تعالى بص اللي بعده. تعالى كده بص، بص يا باشا، دي بقى اللي انت تدرسه في الجراحه العامه في الجزاره، قسم الجراحه العامه في الجزاره يعرفك ازاي انك تشيل بقى التفاصيل دي وتشيل الحاجات دي. كل العروق ديت في الكباب الضاني لازم تتشال. بص يا نجم تعالى اهو. تعالى بص، لما تقطع بقى خلاص الكباب كده نشفى الاعصاب دي والعروق ديت تستوي معاك، حتى اللحمه وهي نيه. بص خلاص الكباب اهي تشدها كده اتقطعت معاك، طالما فيها العصب ده استك، تشد كده تيجي تقطع حته اللحمه حتى بسنانك مش هتتقطع، بلعتها زي ما هي تنزل معدتك ما تقدرش عليها وعمرها ما تتهضم. وحد الله وصلى على النبي واعمل لايك للفيديو وتابعنا عشان تشوفوا الجديد الحصري.